أخيرا أرخص ساعة أقدر أعتمد عليها في المكالمات. صوت الساعة عالي وواضح، كان محتاج بس يكون مجسم أكتر من كده. والإشعارات اللي بتوصل للتليفون نفس الوقت بتبقى على الساعة، وبتعمل فايبريشن لما يكون في إشعار جديد وصل. الفايبريشن كل مرة بيشتغل بحيث إن أنا لابس ساعة رخيصة ب 400 500 جنيه، مع إن الساعة أصلا تمنها 1000 جنيه. بس أنت تقدر تلغي من الإعدادات عادي. الساعة وزنها خفيف ومريح جدا في الإيد. الشاشة بتيجي بسوبر أموليد وبتبان جدا في الأولوز أون ديسبلاي. اللون الأسود باين أسود، مش أسود فاتح أو لون رمادي. لون الأسود أسود، وباين في الألوان إن هي مشبعة كده وحلوة. أوقات قليلة الساعة مش بتلاحظ إن أنا حركت إيدي عشان تفتح الأولوز أون ديسبلاي، وفي أوقات بيحصل تأخير كده. جودة هيكل الساعة حلوة، خامات الزراير ممتازة، واللون اللي معايا شكله سيلفر، شكله عاجبني أوي. حواف الشاشة متوسطة، شايف كان ممكن تكون أصغر من كده بشوية، بس اللي هيعوضك إن حجمها 2.2 إنش. بس أهم حاجة إنها فيها سنسور حقيقي، مش مجرد لونه بتايده وبتدفى زي الاكس 8 الترا بلس. بالمناسبه في فيديو مقارنه بيجهز ما بينهم، فمتنساش تعمل لايك واشتراك. طبعا الساعه لوك ومسامير ومقاس 49 مللي، ومكتوب على الساعه انها ضد مقاومه ميه اي بي 67، وتقدر تنزل بيها الميه لحد 40 متر. انا ما انصحش حد بكده بصراحه، ان شايف معيار المقاومه ده كبير قوي على سعرها. موجود 12 خلفيه، في خلفيات كتيره بتكون تفاعليه زي دي مثلا، وفي خلفيات تانية بيكون فيها اختصارات زي دي، بيكون فيها موسيقى وعدد الخطوات وكده يعني. موجود طبعا البوصلة، وينفع تحط خلفية من التليفون وهيبقوا 12 خلفية برضه. من الخلفية اللي هتحطها هتمسح خلفية تانية كانت موجودة. الساعة بتشحن في حدود ساعة ونص، ساعتين تقريبا، وقعدت معايا لحد 3 أيام استخدام بسيط، ويوم يوم ونص كده لو أنا بستخدمها كتير. المدة دي بتختلف من شخص للتاني على حسب استخدامك عامل ازاي، ولازم تشحنها بشحن أقل من 2 أمبير عشان البطارية ما تبوظش مع الوقت. والتعليمات دي موجودة على علبة الساعة السمارت. وكمان الشاحن موجود في لمبة بتنور أخضر، بتعرف إن الساعة بتشحن، بس لونها مش بيتغير لو الساعة شحنت. والشاحن بيجي في العلبة ومعاه 2 استراب، واحد قماش خامته ممتازة، وكمان بيجي معاه واحد سيليكون خامته برضه حلوة. وموجود طبعا كتاب التعليمات وورقة الضمان. وخلي بالك وانت بتشتريها عشان في منها مضروب. العلبة الأصلية بتكون الأيقونات والساعة والكلام كلهم بيكونوا بارزين، وطبعا أي شراء غير W&O بتكون كوبي. لو متعرفش أنا شغال تاجر، والساعة ببيعها بسعر أقل من المحلات. لو حابب تتواصل معايا لينك الانستجرام في وصف الفيديو. ضغط على البقرة بيظهر القوائم، تكتين على البقرة بتغير شكل القايمة. موجود 3 أشكال. سوفت وير الساعة حلو. بعض القوائم فيها خلفية بتتحرك وانيميشن وكده، نحس إن في فريمات بتقع أو الساعة مش قادرة تتعامل كويس مع الخلفية. هو ده علشان أنا مركز في التفاصيل، لكن في الطبيعة محدش هيركز أوي يعني. موجود معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم وضغط الدم، ورياضات في منها رياضات كتيرة جدا. وموجود معدل النوم، وموجود مساعد جوجل تقدر تقوله اتصل بفلان وهو يتصل على طول من الساعة. ضغط عليها كده في انيميشن لطيف جدا بيتفتح، نقلب ما بينهم كده. مش عارف ليه مبيعملش نقلة كاملة، بس ينفع توقف وتشغل وتدوس لايك. وينفع تاخد صورة من التليفون، وموجود بحث عن التليفون والرسائل اللي جاتلك. وموجود طبعا شات جي بي تي. وانا بحرك في الاعدادات مثلا لازم أنا احرك من اول الشاشة لاخرها عشان مفيش حاجة تتفتح بالغلط. ينفع تسجل الوزن والطول عشان تتابع صحتك وكده على الابليكيشن. ودي متعلقة اكتر بالاشعارات. وفي هنا اعدادات تانية طبعا مكتوب جوه الاكس 9 الترا. وينفع تغير اللغة للعربي بس مترجمة حرفي، مش نفس المعنى بالانجليزي. وموجود ضبط المصنع وريستارت وقفل الشاشة. وفي وضع عدم الازعاج، لو عملتها هتقفل اولوز اون ديسبلاي. مرة عملتها وافتكرت ان الساعة حصل لها حاجة. وموجود تحكمات للإضاءة وكده زي وقت قفل الشاشة بعد قد ايه وحاجات تانية متعلقة بيها. ودي شكل القوائم ال3 أشكال. وموجود الصوت، تقدر توطي أو تعلي الصوت من هنا. وموجود باسورد للساعة. الساعة بنظام 24 ساعة مفيهاش ال12. واليمين ضربات القلب، معدل النوم، دي بتاعت الفيديوهات الريلز. ودي بيقيس معدل التنفس عامل ازاي. وهنا معدل الخطوات وميوزك تقدر تتحكم منها من الساعة على طول. ومن الشمال موجود جوجل اسيستنت والتوكس. وفوق في الاشعارات، كل الاشعارات اللي بتجيلك على التليفون بتوصل في نفس الوقت للساعة. ده البلوتوث وضع عدم الازعاج. ودي اضاءة الشاشة حلوة، على فكرة انك تقدر تتحكم منها من هنا. ودي لما هي بتشحن بيظهرلك نسبة الشحن والساعة ومعلومات تانية. وهنا برضو بتاعت الفيديو الريلز، ودي بتاعت الأولوز اون ديسبلاي. ودي برضو طبعا الأولوز اون ديسبلاي. ودي عشان لو انت مش لاقي تليفونك تقدر تلاقيه. ومن الناحية التانية تقدر تحدد مكان التليفون فين. ودي الفلاش. ودي ال NFC. ال NFC اللي ما يعرفش يعني ايه، يعني تقدر تدفع الساعة فواتير اللاسلكي. هو ليه وظائف تانية، بس اللي موجود في الساعة اللي هو الدفع اللاتلموسي. مستوى الإضاءة في أشعة الشمس المباشرة، هتحتاج تخبي الساعة عشان تعرف تشوف كويس.
ويظهر العلامة دي لما انت تكون متوصل بالبرنامج. وزرار اليمين بيفتح شات جي بي تي، والناحية الشمال بتاع أوضاع الرياضة. نرجع كده للإعدادات تاني عشان بعدنا أوي. من هنا تقدر تخصص زرار اليمين مثلا تكتين عليه بيعمل حاجة تانية، وزرار الشمال تقدر تخصص له وظيفة تانية هو يعملها. طيب ازاي بقى تقدر تضيف خلفية من التليفون؟ تدخل على جوجل بلاي وتبحث عن برنامج الويت فيت برو. هتحمله وهتدخل عليه كده. هتدوس تحت على كلمة الديفايس. الخلفيات دي كلها بتكون بفلوس. هتدوس هنا عرض المزيد، وبعدها هنا وتختار بقى صورة من التليفون. انا هختار دي مثلا، هندوس علامة الصح. تقدر بقى من هنا تختار نوع الفونت وشكله، وهنا تختار مكان الساعة فوق ولا تحت ولا في النص. انا هختار كده مثلا وادوس تنزيل للساعة. A few moments later. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد.